يا مساء الفل ويا مساء السعادة والجمال على عيونكم. يا ريت كل اللي يدخل الفيديو يعمل لايك. هنتكلم دلوقتي عن طاقة الهارب التاني. بصوا بقى، أنا في الهارب الأول كنت جميلة ولذيذة وكيوت والدنيا بيس، صح؟ وقلت لكم مادام هو عاقل وحاطط عقله في راسه يبقى هنحطه فوق راسنا، لكن لو في احنا بقى مش هنسيبه، هنسلخ قبل ما نذبح. الهرب التاني ده بداية طاقته كده العجرفة يا جماعة. العجرفة شخص متعجرف وحاسس ان الدنيا دي كلها مفيش غيره هو. انا عارف كل حاجة، انا بفهم كل حاجة، انا بشوف اللي محدش بيشوفه، انا انا فالتعجرف وحش قوي ونهايته وحشة. لو جيت قلت للشخص كده يبص لك كده اللي هو انت بتكلم مين؟ انا مش هرد عليك بس عشان انا لو عملت هتطير. وانا بقول نهاية التعجرف بجد وحشة. الشخص اللي واثق قوي من افعاله ومن تصرفاته ومن طريقة افكاره انه كلها صح، تأكدوا ان كل اللي بيعمله غلط تماما. بيتفاجأ امتى؟ في وقت من غير يعني فجأة مرة واحدة بيتفاجأ بقى بإيه؟ إن كل تفكيره غلط. الشخص ده عدى قبل كده بنفس المرحلة دي ولكن بينسى. طيب بينسى ليه؟ هقولكوا ليه. بيزعل على نفسه زعل غير طبيعي، اللي هو انت ليه تزعلني؟ انت ليه تخليني اتقمص؟ اوكي انا مجنون وبتقمص لوحدي مفيش مشكلة، بس انت برضو خليتني اتقمص. انت مجنون يا عم الحاج، بتتقمص لوحدك، محدش خلاك تتقمص. انا حاسس بما ان انا بشوف صح يبقى انت اللي قمصتني، يبقى انا مقموص بسببك، يبقى انت السبب. طيب ربنا يشفي او ربنا يخلصنا منه على خير. كده احسن. فاللي هو ايه، انا مفيش اي حاجة في الدنيا تقدر تأثر عليا. انا شخص قوي قوي، عديت بتجارب كتيرة وصعب ان في حد يشغل تفكيري اكتر من دقيقة بجد. اه طيب، ايه رأيكم ان الشخص ده انت شاغل تفكيره في اليوم، مثلا اليوم فيه 24 ساعة، انت شاغل تفكيره ل20 ساعة والاربع ساعات التانيين ممكن يكون نايم فيهم. وهو بياكل وهو بيشرب وهو بيشتغل، انت بتيجي في باله حتى لو هتيجي في باله كده. طيب ايه اللي بيتعرض ليه الفترة دي؟ الشخص ده كتير جدا الفترة دي بيشوف ناس كتير شبهك. لما يقعد مع ناس مثلا يلاقي في حد طريقته نفس شبه طريقتك بالظبط. آه حاسس كأنك ملازمه الفترة دي، عامل زي عفريته كده، اللي هو انت في ايه تظهر لي في كل حتة ليه؟ حقيقي وفين على ارض الواقع. يعني هو بيشوف ناس اوريدي، يقعد مع ناس نفس طريقتك، في نفس صوتك، في نفس شكلك، في نفس طولك. الموضوع جننه خلاص، فهو داخل في حتة ايه، انا فالتعجرف زايد قوي. كل ما شاف حد شبهك حاسس ان هو بيفكر فيك اكتر، فايه اللي بيعمله؟ بيعمل حتة التعجرف دي بقى. تعالي بقى، انا عبيط اخواته. عامل ايه؟ والله لساني هو اللي بيقول الكلام لوحده. معلش بقى يا عم الحاج متزعلش، ان شاء الله نسميك كده مسمى حلو. اكتبوا يا ولاد في التعليقات كده مسميات حلوه ليه. اصل التعالي بالنسبه لاي هارب هتيجي هنا هتتنفخ من الاخر. ما عندناش هزار، احنا ما بنهزرش. لكن تبقى كيوت كده تتعلم الادب زي الهارب الاولاني، يبقى ايه؟ يبقى الله معك. تمام تمام، نكمل. فعايزه اقول لكم احساسه في الحقيقه من جواه متغاظ،
حاسس ان انت بتستفزه، مع انك انت ما بتعملوش اي حاجه خالص ومشغول عنه تماما ومالكش علاقه بيه ولا ليك دعوه بيه، ولكن هو شايف ان انت بتستفزه. انت ايه اللي يخليك تظهر قدامي كل شويه كده الاقي ناس شبهك؟ ها؟ مجنون، مجنون حقيقي، يعني حقيقي بتكلم بجد. يعني ده هو بفضل الشهاده بس الظاهر ان الدكتور خايف منه يكتب له الشهاده، يروح بقى يقول له انا مجنون. هو ناقص الدكتور؟ ما كفايه المطارد. فاللي هو فعلا بتكلم بجد، اللي هو انت ازاي ليه كل شويه كده بشوف ناس شبهك؟ هو انا بحبك؟ هو انا بحبك قوي كده؟ بيقولها بقرف كده، اللي هو انت لو شفته تديله قلمين على وشه. ايه ده شكلي يحبني؟ انا اصلا مش عايزك تحبني. انا اللي يحبني يكون جميل كده ومبتسم كده، مش غضب الله في وشه على طول وتعبان قوي بسبب نفسه. فاللي هو انت ليه انا بفكر فيك الفترة دي؟ انت كده هتخليني اضطر ان انا اعمل حاجات انا مش عايزة اعملها. افهم بقى، انا مش عايزة افكر فيك. ليه؟ عشان انا واحد تعبان في دماغي، اللي انا بفكر فيه بنفخه من الاخر كده. وانت يا عيني قاعد لا داري لا بيك ولا عليك، ولا عارف في ايه اللي بيحصل بالظبط، وهو قاعد المجنون مع نفسه. قاعد قاعد يقول انت ليه؟ بأمانة في حد يقول وانت ليه خليتني احبك؟ الحب ده بتاع ربنا. لو انتوا شفتوا حد شبه مثلا الشخص اللي انتوا بتحبوه ده، هتقولوا هو انت بتظهر قدامي ليه؟ دي حاجة مش بتاعتنا، في حاجة قدرية، في صدف. الحب ده ربنا هو اللي بيحطه في القلوب، الحب بتاع ربنا. ممكن اشوف كتير جدا من الناس، مفيش اي حد يلفت نظري. ممكن ناس كتير تلفت نظري، ولكن اللي يلمس قلبي، اللي ياخد قلبي ده شخص معين. مش انا اللي احنا من امتى بنختار بنحب مين؟ ما لو احنا نعرف نختار بنحب مين كنا اخترنا الناس اللي احنا بنحبهم زي ما الكتاب ما قال، بحيث ان احنا نرتاح جدا معاهم، صح ولا لا؟ لكن مفيش حد بيختار البني ادم اللي بيحبه، خلاص هو بيلاقي نفسه ايه؟ اتسحب، اتخطف، قلبه معاه بدون ما يحس. المفروض الهارب التاني ده يفهم كويس قوي ان مفيش حاجة اسمها انت ليه خليته يحبك، انت ليه بتخليه يفكر فيك الفترة دي كتير جدا. انت عايز تتأذي يعني؟ انت عايز تتأذي؟ لا، احنا عايزين نطلب نعمل اتصال بمستشفى الامراض العقلية. احنا مش عايزين نتأذي، احنا عايزين نرتاح حضرتك ونبلغ عن هروب اكبر مجنون في الكون، عشان احنا الناس كلها ترتاح مش احنا بس، لان الظاهر متعب ناس كتير جدا. تمام. ف ربنا يهديهم والله. اللهم اجعل كلامنا خفيف عليهم يا رب. الا الهرب التاني ده والله سيرته ما شاء الله، تحسوا النت بيفصل، مش عارفه ايه اللي بيحصل. اهو اغاني اشتغلت، حاجه غريبه، دبانه تظهر. نرجع ونقول هو هيفضل يفكر فيك لدرجة انه خلاص هيبقى مش عارف ينام، النوم هيبقى صعب. وطبعا هارب التاني ده لو ما نامش عدد ساعات معينة من اليوم تكفيه، تاني يوم كل شخص بيقابله بيدعي عليه. ليه؟ من كتر اللي هو بيعمله، ودي حقيقة. فهيبقى قاعد النوم مفيش نوم كويس، بيفكر فيك، فانت هتبقى